انا متاكد ان في ناس من الناس اللي كانت متابعيني من زمان وشايفيني كنت قاعد في بيت بجنينه وبيت كويس واموري تمام، هيقولوا ازاي انت واحد بادئ من الصفر. بس صدقوني انا تعبت جدا ولسه هتعب. والفيديو ده لكل واحد يائس ومش عايز يتعب. يا جماعه الحياه مش سهله، لازم نتعب. حصلت لي ازمه كده في حياتي، اضطريت ان انا هبدا تاني من الصفر. ايه يعني؟ عادي. على الاقل انا المره دي هبدا من الصفر. انا بدات قبل كده في حياتي من تحت الصفر. و to be honest، الوضع اللي انا فيه ده ان انام على البلاط هو مألوف شويه بالنسبه لي، عشان انا قبل كده نمت على البلاط. ما عنديش اي حاجه في الشقه، ما عنديش سخانه استحمى في السقعه، ما عنديش بوتاجاز اعمل كوبايه شاي او نسكافيه، ما عنديش اي حاجه. ف كله دلوقتي دليفري، حتى النسكافيه بطلبه دليفري، وانا مش مكسوف خالص ان انا اطلع الوضع ده من حياتي. مش لازم دايما نكون بيرفكت. كنا بنلف على المطاعم وعلى الكافيهات وبتاع وبنسأله، فاكر؟ فاكر وقرأنا الروايتات ورحنا الشركة، والواد ما كانش راضي ايوه. ينام ونمنا على السلم. دي كانت اخر حاجه. دي كانت اخر حاجه لما رحنا السوبر ماركت، والولد قال لنا باين قال هتركبوا مع استنوا الباص بيجي الساعه كذا، اركبوا معاه. فاكر. ايوه. وركبنا معاه ودانا الروايسات. احنا كنا منفضين خالص، ما فيش جنيه في جبنا. ما كانش معانا فبص. ميه يا محمد، كنا عطشانين والميه هناك ما بتتشربش، لازم ميه من ايوه. معدنيه. بس يا اخي، يعني العيال قاعده بدون شغل وبدون مثلا دخل ثابت والكلام ده كله. الناس دي، العيال دي قاعده ازاي كده في الوقت اللي احنا فيه وفي الزمن اللي احنا فيه وبيشتكوا يا ولو محمد، وتبص على حالهم تلاقيهم اصلا ما بيعملوش حاجه. طب اسعى واشتكي. اذا كان اللي شغال بيشتكي يا صاحبي، يعني هو كده. مش فاهم. اللي شغال واللي طالع عينه ليل ونهار بيشتكي، ده حالته ايه؟ هو ده العبء الحقيقي على البلد. فعلا والله العظيم. عايز اقول لكم ان اول حاجه لازم اعملها في الشقه الجديده دي ان انا اجيب راوتر هوائي. فرايح دلوقتي الشركه اللي هجيب منها الراوتر، ومبسوط قوي. لان النت ده حاجه اساسيه يا جماعه في البيت، انتوا فاهمين طبعا. انا مش فاهم ازاي اصلا المنطقه اللي انا فيها ما ينفعش احط فيها راوتر ارضي، لازم هوائي. يا جماعه انا جبت الراوتر. ممكن حد فيكم يفكر يعني يقولوا ليه فرحان قوي كده جاب راوتر؟ انا ماشي في حياتي بطريقه ان انا بصغر الحاجات. ثواني افتح الباب وادخل، بكتب لستة، وكل لستة كل حاجة بجيبها في الليستة بعمل عليها صح. فدي بتحسسني بكمية الإنجازات، وبحط أولويات. يعني الراوتر أولوية، بعديه مثلا الغسالة، بعديه وهكذا بالتدرج. فدي حاجة بتحسسك إنك بتعمل إنجازات في حياتك عامة. أنا بعمل كده في كل حاجة. أنا كنت طالب غسالة من يومين، ولسه الدليفري مكلمني دلوقتي قايل لي إن الغسالة وصلت أخيرا، هيبقى عندي غسالة. مش متخيلين كمية الهدوم اللي عايزة تتغسل. عايز أكلمكم شوية عن الاعتماد على النفس. بصوا شايفين البطانية عاملة إزاي؟ لازم تتخيط. ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي بتميزني، إن أنا مش بستنى حد يعمل لي حاجة. أنا لوحدي بقدر أعيش، مش مستني حد يخيط لي بطانيتي ولا يعمل لي أكلي ولا شربي ولا يديني أي حاجة. حطني في أي مكان هعيش. دخلت الجيش عشت، عشان خاطر أنا عارف إزاي أعتمد على نفسي من قبل ما أدخل الجيش. فعقلية الاعتماد على النفس أنا بشوفها من أفضل وسائل النجاح في الدنيا. عايز تفشل؟ استنى الدعم من الآخرين. بعد الاعتماد على النفس بقى هنحتاج نحاوط نفسنا بناس جدعة، ناس بتحبنا. على سبيل المثال انا هحكي لكم موقف كده. في واحد من صحابي عنده مشروع كده لطيف، وانا كنت محتاج من عنده شوية حاجات. فكلمته عشان اقول له اسعار الحاجة دي ايه، عشان خاطر الشهر الجاي ان شاء الله هطلبهم منك، وابقى عارف بالظبط المبلغ اللي انا مفروض ادفعه. المهم لقيته بيقول لي شهر جاي ايه في الوضع اللي انت فيه ده؟
هو بيبيع أجهزة كهربائية، حاجات بيجيبها مستعملة من الكويت، وعنده حاجات جديدة برضه، بس الحاجات اللي بيجيبها مستعملة استعمال كويت يعني خفيف أوي، حاجات حالتها شبه الجديد وأسعارها أرخص من السوق المصري بمراحل. المهم باحكي لكم الموقف ده عشان هي دي نوعية الناس اللي أنا باقول لكم عليها، حاوطوا نفسكم بالناس اللي بتحبكم، الناس الجدعة، ما فيش حد في الدنيا بيعيش لوحده، مهما كنت أنت معتمد على نفسك محتاج تحاوط نفسك بالناس الحلوة. دخلنا المطبخ بتاع الشقة الجديدة، البوتاجاز ده أنا اشتريته رخيص على فكرة، مش غالي، تقريبا بحوالي 300 جنيه. الدنيا طبعا متروسة حاجات لأن ما عنديش أماكن، وده الخلاط اللي محمد صاحبي بعتهولي، هحط لكم لينك الجروب بتاع الفيسبوك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وده الاير فراير ده بالفعل اصلا مستخدمه بقالي ايام، كنت عامل فيه لحمه ومش عارف لو فاضل لحمه، يعني بصوا قطعه لحمه يعني. ف بجد ممتاز، مش هتتخيلوا فرحتي ان انا دلوقتي بقى عندي غسالة وبغسل هدومي في شقتي من غير ما اوديها المغسلة، وبقى عندي برضو راوتر، وبرضو اشتريت المنشر ده عشان اقدر احط هدومي بره تنشف. طبعا الفيديو ده كله انجازات، جاهزين تشوفوا الانجاز اللي جاي ده. انا جبت سخان 80 ليه. انا مبسوط قوي وانا بشارككم الفرش الجديد بتاع الشقه الجديده. الخطه المستقبليه بقى هجيب هنا شاشه، وهحط هنا ساعه، وهحط هنا زرعه خضراء، وهنا طبعا هيكون في ركنه، وهنا هحط مرايه. مبسوط جدا انكم وصلتوا لحد دلوقتي، لحد الدقيقه دي في الفيديو، ده انجاز بالنسبه لي اني قدرت اخليكم تسمعوا الفيديو كله. اشوفكم في فيديو جديد، ربنا معانا.